ازيكم يا حلوين. هنعمل مع بعض مكرون بسكوت بطريقة حلوة جدا وبسيطة، وكمان حشو بسيطة جدا. تمام يا بنات؟ طبعا امشوا معايا بالخطوات عشان تلاقي النتيجة حلوة وبسيطة، مش عشان تصعبي عليك الحاجة، عشان في كتير بيقولوا ده صعبة وكده. لا، هي مش صعبة ولا حاجة، بس هي عايزة وقت صبر كده وتعمليها حلو. معايا 2 صفاء بياض بيض يا بنات، 2. معايا ربع كوبايه من الدقيق، معايا 5 معالق كبار من السكر الناعم، معلقتين كبار قصدي 3 معالق كبار من السكر الخشن. معايا بوله ناشفه. تمام. بنزل بالبياض البيض واضرب بالمضرب بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا انا عامله كميه مش كتير، عامله كميه بسيطه، كل واحد حسب رغبته. عايزه تعملي كميات كتير، انت بتضاعفي المنيو بتاعك. طبعا السكر الخشن كان المفروض اعمله شويه بشويه، بس انا نزلت معايا كده غصب عني كلها مره واحده. زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجه تنزليها شويه بشويه، مش كل مره السكر البودره مع البياض البيض يا بنات، لغايه ما يعمل لي فوم كده، وزي ما انتم تشوفوا معايا في الفيديو. طبعا الدقيق والسكر البودره بحطه. طبعا اهم حاجه السكر والبودره لازم بعد ما يطحن بننخله، والدقيق نفس الطريقه، عشان لو في اي حاجه يبقى احنا واخدين بالنا في الوصفه، عشان تطلع معاكي الوصفه حلوه جدا. طبعا انا بقلب المكونات دي كلها مع بعض بالمعلقه من فوق لتحت كده، عشان مش تعمل معانا تاخد معانا هوا ولا حاجه. تمام. بعد كده طبعا صبيت الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين بالبولات كده. تمام كده يا بنات. معايا بقى الوان جيل طبعا طبيعي. عملت اصفر وعملت احمر حسب الرغبه. عايزه تعملي اخضر، بس عايزه تعملي اخضر عايزه تعملي الالوانات اللي انت حباها، ممكن تعمليها في الوصفه عادي، بس انا عملت كميه بسيطه، عملت باللونين 2 بس، احمر واصفر زي ما انتوا شايفين كده. بقلبها كويس جدا بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى اكياس حلواني او اكياس لبن. المتاح مش كان عندي اكياس حلواني، عملته بالاكياس اللبن، وعادي مفيش اي مشكله، مش تقفوا على اي حاجه خالص. طبعا جبنا صاج فردناه ورق الزبده. طبعا مش كان عندي ورق سيليكون، عملته بالورق الزبده. حطيت الخليط بتاعي في كيس التلاجة. بدأت احط المكرم زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجه، خطوه مهمه جدا، بعد ما تعملي الخليط وتصبيه في صينيه، تخبطيه خبطتين على الرخامه، ولو في فكاكيع كده من فوق بسيطه كده، هتجيبي خلة سنان وتعمليها كده من فوق عشان ما تعملش معانا بابلز. تمام كده يا بنات. عملت كل كميه المكرم زي ما انتم شايفين كده. حلو جدا يا بنات. تمام كده. طبعا بسيبه الاول على الرخامه شويه، بعد كده طبعا حطيته في الفرن واستوى وكل حاجه. حطيته بقى في حشيته لوتس زي ما انتم شايفين، او ممكن نوتيلا حسب الرغبه بتاعتك، وقدمته بالشكل الجميل شكله حلو جدا وطعمه خطير جدا وبسيط. طبعا الحشو بتاعتك انت يا حبايبي. اشوفكم على خير. باي باي.